السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله رايحين نديرو كيف الوصفة تاع موسكوتشو. وصفة بزاف بنينة، هذه وصفة تقليدية، يعني وصفة تاع زمان زمان كانوا جداتنا يديروها. ربي يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله في ميزان حسناتهم. كيما تعلمنا منهم نعلموا بناتنا وحفادنا. هاد الوصفة بزاف بنينة، يعني بنينة فوق ما تصوروا، ريحتها طيبة، النسمة اللي فيها ولا أروع. أنا كنت درتها هاد الوصفة من قبل بصح ما داتش حقها، يعني درت مقادير أخرى ما داتش حقها يعني من المشاهدات. بصح قلت نعاودها، ممكن يا ربي تنتبهوا لها. والله يعني الغرض أني ننشر هاد الوصفة الرائعة، يعني تستحق أنكم تجربوها وإن شاء الله ما كنتش رايحين تندموا. بزوج حبات بيض توجدوا موسكوتشو ريحته تولي تعبق في الدار، ورايحين يدعو لكم دعوة الخير. إلا كانت عندك جداتك ولا جدك ديروا له هاد الوصفة، رايحين تدوا واحد دعاوي تاع الخير ماكمش رايحين تندموا عليها. نجوز على بركة الله نشوفوا طريقة التحضير. في بول درت زوج حبات بيض، مستحسن يكون البيض هذاك الكبير، ولا كان عندكم البيض صغير ديروا 3 حبات بيض. زدت كاس تاع السكر، كاس تاع الزيت، قريصه تاع الملح، وخلط كامل هادوما لي زانغريديون غير بالفوي، ما تسحقوا لا باتور لا والو. زدت مغرفه صغيره تاع لافاني اللي هي الفانيلا، وزدت مغرفه كبيره تاع مبشور ليمون، يعني تسكرفجوا حبه كبيره تاع القارص. سورتو لا كان هذاك القارص جديد، يعني تاع الجنان غير كيما نحيتوه، ولا ديروا زوج حبات قارص متوسطين سكرفجوهم كامل. زدت فوقها مغرفه كبيره ونص تاع حبه الحلاوه اللي هي اليانسون. وهنا راح تزيد كاس تاع الحليب، خلطو غير بالفوي، ما تسحقوا لا باتور لا والو. وهنا راح نزيد النواشف، درت كاس تاع الدقيق رقيق كامل، يعني سميد رقيق، ونزيد كاس تاع الفارينه كيما راكم تشوفوا، كاس تاع الفارينه. هاد الموسكوتشو يجي بنين 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 ما تقدروش تصوروا، فيه واحد النسمه واحد الريحه. هذيك الريحه اللي رايحين تشموها كي يبدا يطيب، دايوغ غير يبدا يطيب الموسكوتشو تبدا تخرج الريحه ديالو. هذيك الريحه ما كومش رايحين تشموها في حتى حاجه. هنا في الكاس تاع الفارينه، يعني في الوسط تاع الكاس تاع الفارينه بديت نزيد لا لوفور شيميك ولا الخميره الكيميائيه. درت زوج ساشيات تاع الخميره الكيميائيه، غربلتهم كما راكم تشوفوا مع الفارينه. للناس اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف كيما انا ما نحبش بزاف الحلاوه، من المستحسن تنقصوا السكر، ديروا كاس غير ربع. انا هنايا درت لكم المقادير يعني تاع الموسكوتشو نورمال، درت كاس تاع السكر، بصح في اغلب الاحيان نقص الربع تاع الكاس، ولا كما يقولوا زوج صباعتين هكذايا ناقصين على الارتفاع تاع الكاس. خاصه راح نزيدوا له من الفوق سكر غلاس. هنا مع الاخر كاضافه زدت لها مغرفه كبيره تاع الخل تاع الليمون، يعني خل تاع القارص. للامانه هذه الوصفه الاصليه ما فيهاش الخل تاع القارص، يعني كنا نديروها بلا خل، حبيت نديرها كاضافه. كما نعرفوا بلي الخل يعمل دور تاع محسن، يعني راح يعاون الخميره بزاف بزاف باش المسكوتشو تاعنا يجينا خفيف. تقدروا تستغناو عليها كما تقدروا ديروها. العجينه تاعي هايلك تاع المسكوتشو راهي واجده. دهنت سنيوه تاعي بالزيت، ما درت لا فرينه لا والو، ديروا غير الزيت باش تجي هذيك الطبقه اللي تجي محمره تجي شابه من تحت. فرغتو درتو في سنيوه للقطر ديالها 26 سنتيمتر ولا بالتقريب اللي يكون قريب، باش ما يجيكمش حابط بزاف ولا يجيكم عالي بزاف. من بعد ما درتو في سنيوه خليتو يريح 10 دقائق. بعد ما جازوا 10 دقائق طيبتو على نار متوسطه، وما سخنتش الفور من قبل. ما تسخنوش الفور تاعكم، يعني غير ديروه تشعلوا لو فور ديالكم وديروه يطيب على نار متوسطه، وتخلوه يتحمر مليح مليح، لازم حتى يدي وتشباب من التحت ومن الفوق. خلوه ياخذ وقته في الطياب، على خاطر هدايا درناه بالسميد يعني بالدقيق. كي تشوفوه هاك حمر كامل في الكونتور، ولا قدرتو ديروه في البيركس يعني تاع الزجاج باش تشوفوا التحميره تاعكم من التحت. كي تشوفوه تحمر شعلوا عليه من الفوق، يعني شوفوا قبل بالموس، دخلوا الموس تاعكم شوفوا الا خرج ناشف معناتها راهو طايب، ولا ما خرجش ناشف معناتها مازال يزيد يطيب. خلوه ياخذ وقته في الطياب، وما تحلوش عليه كامل حتى تشوفوه تحمر مليح ونشف من الفوق باش تحلوا عليه.
بعد ما دا التحميره تاعو من الفوق، يعني لازم ياخد تحميره شابه من الفوق. نسبودغيو سكر كلاص من الفوق هكذاك بالصفايه. وهي لك الوصفه تاعنا، جات ولا اروع، واحد الريحه، واحد البنه، واحد النسمه، ماكمش رايحين تندموا لو كان ديروه. نتمنى تعجبكم الوصفه. خوتي خياتي، اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعموني بلايك ومتابعه وبارطاج فضلا وليس امرا، حبه خاطر بيان سور. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله.